السلام عليكم، مرحبا بكم خياتي. اليوم فيديو ممتعة فيها شوية لداخل وفيها بزاف برا. خرجتكم برا، هنا في الصحراء نوري لكم الصحراء في الربيع كيفاش تكون، باش هكا تشوفوها اللي ما يعرفوهاش. وديتكم لواحد البلاصة اللي راح نشوفوا فيها أشهر حيوان هنا في المنطقة اللي نسكن فيها. كبير خلاص، واعر بزاف. خليكم معنا. هنا درت هكا سهرة خفيفة أنا وليداتي الله يبارك. قلنا هكا نقصروا، يحكيوا لي واش داروا في الاختبارات، يحكيوا لي على المعدلات، قولوا لي اسكو فرحكم ولادكم في هذا الفصل ولا لا. اللي يعني اللي جابوا مليح نقول لهم بصحتكم، اللي ما جابوش مليح معليش. الفصل الثاني والثالث، في الفصل الثالث والعام الجاي ان شاء الله، يعني المهم يكونوا صحاح، هذاك هو الصح. اما النقاط قادرين يعوضوها. هنا بدينا نتحاكوا كلش. ضربت لها قهوه الله الله باش نروح نخدم. انا الخدمه نتاعي رديتها في الليل، انتم قولوا لي اسكو في النهار ولا في الليل. ما على باليش، مرات نخدم الصباح بصح تباني في الليل كي تكون هكا الكريشه معمره. ويكونوا الولاد راقدين، هذاك الوقت وين تحلالي الخدمه. ما على باليش اسكو نتوما هكاك ولا لا. هنا بدينا نتهضروا، تقول يا ماما هذه بنينه هذه لا. المهم حطينا واش كاين في الدار برك حاجه خفيفه برك. وهذيك البقلاوه شريناها، يعني ما خدمتهاش بالورق فيليو خدموها بنينه بزاف، بالك في هذا العيد نشريها. ما نخدمهاش في الدار. المهم رقدنا من غدوه صباح ديريكت، رحنا للبلايص، رحنا زوج بلايص. رحنا بلاصه جايه هكا وبلاصه جايه هكا، يعني ماشي مع بعض. رحنا البلاصه هذا كان عندنا فيها شغالات وكلش. صورت لكم هكذا شويه الخضوريه. هذه المنطقه معروفه بالزرع، ولا معروفه انهم خضوريه، مالغري صحراء بصح معروفه انهم عندها بساتين، عندها الخضراوات الفواكه. المهم هكا معروفه هذه البلاصه فيها اصلا كي غير تدخلي البلاصه تلقاي كل شيء خضر، ماشي كيما البلاصه اللي وين نسكن يعني فيها شويه خضوريه بصح صفوريه اكثر. شغل وهنا. ومن بعد رحنا وين عندنا الارض، يعني بالك اللي يتبعوني بكري شافوا داري الاخرى، داري كامل اللي كانت قبل ما نبني هذا الدار. رحنا لها بصح ما طلعني لهاش بزاف، لقينا شغل كي صابتن وكلش الامطار، يعني هذا التربه دايره، خفنا ندخلوا بالطوموبيل وبعد نحصلوا تما لانه ما عندهاش طريق حتى لباب الدار. وباش نروحوا حنايا وصايمين وكل شيء عجزنا. شوفوا يعني البنات التربه كيما هكا راهي، كي صابت المطر ومن بعد جات الشمس قاويه قاويه تشققت كامل الارض. ولقينا واحد النباتات هكا خرجوا جامي لقيتهم، يعني عندي 15 سنه هنا في الصحراء وجامي شفتهم. ومن بعد نوريه لكم بالك يفيدوك حاجه، بالك دواء تاع حاجه، ما على بالي جامي شفناهم. ما على باليش كي صابت المطر هذه الاونه الاخيره ومن بعد ناضوا ولا كيف ما دوك تشوفوهم معنا. صورت لكم هكا شوفوا الحشيش وكلش. هي البلاصه هنا شابه، بلاصه مليحه فيها الشجر فيها الحوايج، بصح باش تسكني هنايا وحدك يسقاملك. هنا نروحوا لها غير كي نحبوا، يعني هكا تريحي راسك من هذاك الضجيج تاع المدينه، تريحي راسك تقعدي. لكن قررنا، قلنا علاه ما نروحوش نقعدوا ثم سيمانه تاع الفاكونس، نديروا كوراج نروحوا البنات. وما كانش كوزينه، يعني دار صحه مفينيه هكا بصح الداخل مش مبنيه كامل، يعني حنولوا نطيبوا على الارض، نولوا نطيبوا. المهم اسكو نقدروا لهذا الشيء ولا لا. حبيت نجربوا صراحه، نولي نطيب على هكا الجمر، نولي نطيب هكا حاجه خفيفه وندوروا برا بين الزرع بين هذا. حبيت نسيي هذه المعيشه لانه صراحه أنا راني نشوفها غير في المواقع كيفكم عجبتني. بالك اذا سيتها نديكم معايا. هنا بدينا نستكشفوا انا والزوج هذوك النباتات اللي واش ينفعوا. ما على بالناش واش ينفعوا صراحه، بصح شفنا حوايج جدد خرجوا هاد السنة جامي شفناهم. كما هذو كما راكم تعرفوهم كاينين عندنا في البلاد. الرمال، يعني الرمال كما قالت أرميل بنتي الصغيرة، ادوني الرمل. شوفوا هذا النبتة جامي شفناها هذه، وعلى بالكم لقيت وحدة انها تكبر كشجرة. هذا النبتة ما على باليش كامل واش اللي عندها هكا خبرة، ولا الام نتاعها خبرة هكا في الاعشاب، تقول لنا بالك تصلح لك شي دواء، بالك تصلح لك شي مرض هكا نفيدو كامل خياتنا. شوفوا هذه، وعلى بالكم الاعشاب تاع الصحراء ماشي كيما الاعشاب تاع الشرق، يعني تاع الصحراء عندهم دواء. تشوفوا لقيت دعسوقة قلت نديها لبنتي
بيان سور خليتها في الدار. أم بعد فينالمون هربت لي، يعني تمتم هربت لي. وشوفوا لقينا هذه قمت شوفوها جامي شفتها في حياتي من اللي جيت هنا. نبتت برك كي كان واسمو كي كان المطر، ما على باليش واش تصلح، بالك تصلح كاش حاجه. وشوفوا الورد نتاعها شغل جاي هكا موف وكلش، شغل كيما كيفاش نقولوا لها هذاك اللي كيما السلق، ماشي السلق، كيما البسباس وكلش تنبت، الله اعلم. ثم كملنا من هذه البلاصه، رحنا الشمس كانت قاويه قاويه بزاف، رحنا لبلاصه خلاف، بلاصه شويه بعيده تتمشي حوالي 2 سوايع. هذيك البلاصه الاولى اللي مشينا لها حوالي 30 دقيقه. هاد البلاصه بعيده حوالي 2 سوايع وحنا نتمشوا في الطريق. صورت لكم هكا شويه السد الاخضر اللي كنا نقراوه في الابتدائي. السد الاخضر اللي يحمي من زحف الرمال، هاي البنات كنت بزاف نقرا عليه، بصح جامي شدو هكا قدامي. كي مشيت هنا راني شفت كل شيء، قولوا برك واش ما شفناش. رانا شفنا كلش. وهنا وصلنا دايرين هكا شغل حظيره هكا يخبيوا فيها الحيوانات النادره هنا في المنطقه. وهذا الحيوان اللي هو النعام، بيان سور ولاية النعامة عندها النعام كبار. جامي هكا قربت ليهم، كنت نشوفهم هكا في لي فوتو من بعيد في الطريق من بعيد. هذه الخطره قلنا نحبسوا ونمشوا عندهم. عجبوني الانثى اكثر من الذكر. الانثى تتمشى نسى يا ربي، نسى وين مشيتو، نسى من كل فئات حتى في الحيوان ماشي غير البشر تتمشى واحد دير واحد لي جيست هكا. ومن بعد تشوفوها معنا في لا فيديو. يعني الانثى مهما كانت عندها هذاك الزخ والفوخ. هذه انثى، شوفوا تبان تبدا تتحرك هكا في ريش نتاعها وتبدا تزوخ وتبدا سبحان الله. اما الذكوره لا عاديين جدا. يعني قلت لراجلي ها حتى في الحيوان وشوف، وانت تقولي علاه تلبسوا وعلى المرايه وعلى ها حتى الحيوان وراك شوف ما عنده عقل ما والو. المهم شفناهم كامل هكا، ما توشيناهمش لانهم يعني يعضوا كلش ما تقدروش ندخلوا ليهم. ام بعد كي غير تزقي لهم هكا برك يجوك، بصح لو كانوا يشدوك انا خفت من غير من هذيك الانثى. شوفوا هذيك الكحله راها انثى، خفت منها لانه جايه كبيره وراسها يوصل يعني الفوق، خايفه تحط راسها هكا برك تجبدنا. شوفوا صورتها معكم مليح. شوفوا كيف ما المشي نتاعها اصلا مشي نورمال، مشي نورمال، ها انثى المشي نتاعها اصلا. شوفوا كيف ما تتمشى. ماشي كيما الذكر. تتمشى وتتحرك. شوفوا كيف ما تتمشى المشي نتاعها، وشوفوا كيف حاسبه روحها ويعني نيفها لفوق كيما نسى كيما احنا وصاي ها. المهم عندهم هكا حظيرة يديروهم، ما عندهمش بزاف، عندهم حوالي 7 ولا 8 حبات برك. ما على بيش البيض نتاعهم اسكو يعاود يفقس ولا لا، بصح دارهم هكا. يعني تحبي تشوفيهم تحبي تصوري معهم، بيان سور صورنا معهم قعدنا شويه ورحنا كملنا صوالحنا. رحنا كملنا الخياطه، كملت شحال من لا روب اللي خيطها ديجا معاكم وراني بارطاجيتها يعني في قناه تاع الخياطه، كنت لبستها عجبتني عمليه جدا وشابه تهبل. وهنا صورت لكم هذا المقطع. على بالكم اختكم شويه مهبوله. يعني كي نلقى هكا ما كان حتى واحد، كي نلقى هكا ما كان ناس، ما كان سكاني، ما كان والو، نبدا نجري نبين هذيك الطفوله اللي فيا، ولا تخرج هذيك الطفله الصغينونه اللي فيا، نجري ونعيط ونلعب. يعني حاله نحب هذه المنطقه بزاف لانه تقدري ديري فيها واش تحبي.